مرحبا بك في قناة مول الحكايات. هنا فين كتبدا القصص بين الواقع والخيال. وجد راسك وخلي عقلك يسافر حيث الحكاية كتبدا دابا. باش تفهموا القصة ديال كارباناك خاصكم تهبطوا معايا لتحت الأرض، ماشي تحت الأرض ديال الأنفاق ولكن تحت أرض الإنترنت، العالم اللي ما كيبانش، العالم ديال الضلال الرقمية، الدارك ويب. في واحد سيرفر مخبي بعيد على محركات البحث كانوا كينظموا واحد المنتدى، ماشي منتدى عادي، منتدى ديال مجرمين إلكترونيين، هاكرز من جميع أنحاء العالم، من أوكرانيا، من روسيا، من أوروبا الشرقية، وحتى من أمريكا اللاتينية. كل واحد فيهم عنده مهارة، واحد في التشفير، واحد في الصيد الإلكتروني فيشينج، واحد كيخدم على تحويل الأموال وغسلها، ولكن كاين واحد منهم اللي غادي يكون العقل المدبر. الاسم ديالو كان مستعار، جيميني. ما تعرفش وجهه، ما تعرفش صوته، ولكن كل شي في العالم السري كان كيعرف قيمة داك الاسم. جيميني كان هاكر خارق وعنده حلم غريب، ما باغيش يسرق واحد ولا جوج، باغي يخترق نظام بنكي كامل ويبدا يسير الفلوس بحاله مدير البنك بلا ما يشوفوه بلا ما يسمعوه. لكن باش تحقق هذا الهدف خاصك فريق، وجيميني بدا كيجمع خيرة القراصنة. خدا معاه واحد كيصاوب برمجيات خبيثة، واحد متخصص في الهندسة الاجتماعية، وواحد مول اللغات كيكتب رسائل تصيد بإتقان بحال شي كاتب ديال روايات بوليسية. من بعد شهور ديال التخطيط تخلق المشروع وعطاوه اسم غير رسمي، كارباناك. الاسم مستوحى من الكود البرمجي الخبيث لصوبه، ولكن وراء الاسم كاين طموح أخطر، السيطرة المالية على البنوك بحال إلا كانت لعبة شطرنج. أول هدف ماشي أمريكا، ماشي سويسرا، بل روسيا. علاش؟ لأن البنوك الروسية عندها أنظمة متقدمة، ولكن ما فيهاش نفس الحماية اللي في الغرب، وعدد كبير من الموظفين ما كيعرفوش يتعاملوا مع الهجمات الإلكترونية. وهنا بدا السيناريو المظلم. جيميني عطى الإشارة وكارباناك خرجت من الظل. كان صباح بارد، السحاب غاطي موسكو، والموظف ديمتري جالس في مكتبه كيشرب القهوة السوداء. ما عرفش أن ذاك النهار غادي يكون بداية لكارثة مالية. فتح الحاسوب كالعادة، لقى شي رسائل في الإيميل المهني ديالو، من بينها وحدة فيها عنوان جذاب: التحيين الأمني الجديد الخاص بالبنك المرجو التحميل. وهو كليك، ما دازوش حتى 3 ثواني، وكان داك الكليك هو المفتاح اللي فتح الباب الكبير لعصابة كارباناك. الفيروس اللي كان مخبي في ذاك الملف ماشي بحال أي فيروس، كان مبرمج باش ما يبينش، باش ما يدير حتى حاجة كتخلى، غير كيتسلل، كيدير سكان وكيبقى يراقب، بحال جاسوس داخل قصر كبير. البرمجية الخبيثة كانت كتسجل كل نقرة، كل حركة في الشاشة، وكتصور كل شي في ريال تايم، وكتصيفطو للسيرفرات ديال كارباناك. وهكا من مكاتبهم السرية في أوكرانيا أو مولدوفا كانوا الهاكرز كيتفرجوا في موظفين البنك في روسيا بحال إلا كيتفرجوا في فيلم مباشر. جا الليل وخرج ديمتري من الخدمة، لكن الحاسوب ما نهزش، كان كينفذ أوامر جديدة، الأوامر جاية من بعد آلاف الكيلومترات. كارباناك بداو كيتحكموا في أنظمة الصرف، التحويلات والكاميرات، شافوا شكون كيدير المعاملات المالية، وشكون كيأمر بالخلاص، وشكون مسؤول على نظام الATM. جيميني كتب في دفتره الإلكتروني: ما تسرقوش دابا، راقبوا، تعلموا، جمعوا البيانات، باش منين نضربوا ضربة ما تتنساش. وبالفعل أيام، أسابيع وشهور دازت، وكارباناك ساكتين، ولكن كيجمعوا المعلومة بحال المحترفين. نهار 14 يناير 2014 جيميني كتب أمر بسيط في السيرفر ديالهم: تنفيذ المرحلة 2، وكانت البداية الحقيقية. خداو واحد من أجهزة ATM وعطاو له أمر إلكتروني يخرج 10 مليون روبل في 5 دقائق. خرج الجهاز الفلوس بوحده في وسط الليل، وجاو وحدين خدامين معاهم خداوهم وهربوا في سيارة. الموظفين في الغد ما فهموش والو، الكاميرات ما صورات حتى واحد، الجهاز ما تبين فيه لا كسر لا شي حاجة، وكانت هذه أول ضربة مباشرة. من بعد بدأت العمليات تتكاثر، تحويلات لحسابات في تايلاند، فلوس كتمشي لدبي، نظام الصرف كيتحول، والسيرفرات كيتخربقوا من الداخل، وكل شي من غير ما يديروا حتى إنذار. واحد الموظف طاح في الاكتئاب حيث الحساب ديالو بين البارح واليوم اتصيفط فيه فلوس ما عمره شافها، وهو ما دار والو.
الناس بداو كيتهموا بعضهم البعض، وشكون فعلا المجرم، ولا ماشي شي واحد وسط البنك، بل شي واحد كيتحكم في البنك كله من بعيد. كارباناك ماشي غير هاكرز، كانوا في حال طفيليات كيعيشوا داخل النظام، كياخدوا اللي بغاو وما كيخليوش أثر. ولكن مع كل اختراق كاين ديما طرف خيط، وهذا الطرف هو اللي غادي يبدأ الفصل الجاي. دازت شهور وكارباناك ما بقاشوا غير هاكرز كيتفرجوا من بعيد، ولاو كيتحكموا بالمعنى الحرفي. تحكموا في الموظفين، في أنظمة التحويل، في السيرفرات، وفوق من كل شيء تحكموا في الثقة. في واحد البنك الموظف المسؤول على التحويلات الكبيرة بدأ كيلوح عليه المدير أسئلة: علاش حولتي 25 مليون روبل لواحد الحساب في قبرص؟ والموظف كيشد راسه: أنا ما درت والو، ولكن السيستم مسجل العملية والتوقيع الإلكتروني ديالو هو اللي في الكشف. كارثة. علاش؟ حيت كارباناك ولاو كيتحكموا في الريموت ديسكتوب ديال الموظفين، كيبداو يحركوا الفاره قدام الكاميرا ويستعملوا حساباتهم بحال الا هما جالسين قدام الجهاز. منين البوليس بداو يحققوه ما لقاو لا فيروس لا اختراق من برا. علاش؟ حيت كارباناك دخلين من باب قانوني، عبر حسابات موثوقة، عبر كلمات سر ديال الموظفين، وما داروا حتى شي حاجة خارقة للنظام، غير استغلوه ضده. ماشي ضروري تحطم النظام، كافيك تخليه يخدم لصالحك. في تايلاند خرج جهاز ATM مبلغ ضخم في نص الليل. في المكسيك تحولوا 15 مليون بيزو لحسابات بأسماء وهمية. في ألمانيا طرا عطب غامض في الأنظمة البنكية خلى البنك يوقف 48 ساعة، وكل شيء مربوط بخيط واحد: كارباناك. الناس اللي خدامين معاهم ماشي كلهم هاكرز، كاينين ميولز خدامة على الأرض، مهمتهم يجمعوا الفلوس من الصرافات يحولوها عبر ويسترن يونيون أو يشريوا بها عقارات، سيارات وحتى شركات. ماشي الفلوس الهدف، التحكم هو الهدف الحقيقي. وهذا الشيء بدأ يخلع حتى البنوك الكبيرة، حيث اليوم تسرق بنك روسي غدا يمكن تدخل لسويسرا، ومن بعد ربما الفيدرالي الأمريكي. شركات الأمن المعلوماتي بدأوا كيطلقوا تحذيرات: كاين تهديد عالمي جديد، ماشي فيروس، ماشي هجوم، بل مافيا رقمية ذكية. ولكن المشكلة ما كاين لا وجوه لا اسماء، فقط أثر، كود خبيث فيه توقيع واحد: كارباناك. وكان ضروري يجي نهار يتشد فيه طرف الخيط، وهذا الطرف جا من غلطة صغيرة. واحد من الهاكرز دار اتصال من VPN غير محمي وتسجل الاي بي ديالو، ومن ثم بدات اللعبة تنقلب. كل منظمة حتى ولو كانت محكمة كتسقط بسبب غلطة بشرية واحدة، وكارباناك ما كانوش استثناء. في واحد الليلة عضو صغير في العصابة نسى يشغل VPN قبل ما يدير كونيكسيون للسيرفر ديال التواصل ديالهم. اي بي ديالو تسجل، وكان تابع لواحد شركة في كييف أوكرانيا. الأجهزة الأمنية في أوروبا كانت ساعتها كتحلل آلاف التتبع الرقمي، ولكن داك الاي بي أعطاهم أول طرف خيط مؤكد: عندنا ضوء أخضر، الشخص اللي دخل اليوم في 3:17 عنده ارتباط مباشر بسيرفر كارباناك. خدمة نظيفة، ما يبان حتى شي تحرك حتى نحددوا باقي العناوين. ومن ثم بدأ السباق مع الوقت. يوروبول، FBI، انتربول وحتى شركات خاصة للأمن السيبراني كل شي تجند باش يصيدوا المجهولين اللي حركوا مئات الملايين. الهجوم ديال كارباناك كان عالمي، ولكن الخطأ كان محلي، وغالباً شي خطأ بسيط كافي باش يطيح جبل. البحث داروه بالميكروسكوب، كل اتصال، كل داتا، كل رسالة مشفرة، حتى لقاو نمط معين. كارباناك كانوا كيتعاملوا مع بزاف ديال الأطراف، ولكن كاين 3 أشخاص كيتكلفوا بالقرارات الكبيرة. هاد الثلاثة عندهم نمط خاص في الكتابة، واحد منهم كيكتب بحال مولدوفا، الثاني كيستعمل مفردات روسية عتيقة، والثالث كيشبه بزاف لشخص معروف عندنا في القائمة السوداء. من هو؟ لقبوه بجيميني. التحقيق خدا شهور وكان خاص يدار بسرية تامة، حتى البوليس الأوكراني ما كانش عارف التفاصيل الكاملة. وفي مارس 2018 أخيراً تم تحديد مكان تواجد جيميني.
شقة فخمة في كييف فيها سيرفرات مشفرة وشاشة كبيرة فيها كاميرات مراقبة ديال بنوك من بلدان مختلفة. الفرقة الخاصة دخلات طيحوا الباب. جيميني كان جالس قدام الشاشة، ما قال حتى كلمة، غير تبسم بحال لا كان عارف النهاية. تم اعتقاله وتم حجز كل الأجهزة. وخا كانت مشفرة، خبلاء الأمن قدروا يسترجعوا أجزاء كبيرة من البيانات. ولكن واش فعلا تشدات العصابة ولا غير واحد منهم؟ كارباناك كانت شبكة، وفي الشبكات منين تقطع خيط كيبقى الخيط الثاني والثالث، وما يمكنش تعرف شكون باقي في الغيب. البعض قال جيميني عطاهم أسماء باش يخفف الحكم، والبعض قال أنه بقى ساكت حتى النهاية. الحقيقة ما زال ضبابية، ولكن الشيء اللي أكيد أن النظام البنكي تعلم الدرس، ماشي غير من كارباناك ولكن من الخطر الحقيقي ديال الحرب الرقمية. جيميني شدوه، السيرفرات تحجزوا، البنوك بدات كتشدد الحماية، والعالم تنفس الصعداء. ولكن واش فعلا اللعبة سالت؟ التحقيقات اللي جو من بعد لقوا مفاجأة أكبر من الاختراق. لقوا أن كارباناك ماشي مجرد عصابة صغيرة، لقوا أنها منظومة فيها تمويل، تنظيم، تدريب، وفيها أفكار غاديين بيها بعيد على مجرد سرقة. الهجوم ديال كارباناك ما كانش عشوائي، كان تجربة ناجحة. والأخطر من هادشي هو أن الكود ديالهم اليوم كيتباع في السوق السوداء، وأي واحد يقدر يشريه ويعاود السيناريو. في 2020 ظهرت مجموعة جديدة سميتها فين 7، كتستعمل نفس الطرق، نفس الأسلوب، ونفس البرمجيات تقريبا. وكاين اللي كيقول أن فين 7 ما هي إلا النسخة الجديدة من كارباناك. بعض الهاكرز ديال الجيل الجديد بداو كيتعلموا من الملفات المسربة، كيبنيوا نسخ جديدة من الفيروس، وكيبداو يهاجموا بنوك في دول إفريقية، آسيوية وأوروبية، بحال شي موجة جديدة ولكن بصمت رهيب. الأمن الرقمي اليوم ما بقاش ترف ولا ضرورة بحال قفل الدار ديالك، لأن العدو ماشي قدامك، العدو كي يقدر يكون في أبعد نقطة ويدخل لحسابك ويخرج بفلوسك وانت ما شاعل حتى شمعة. بعض المختصين قالوا حرب كارباناك ماشي حرب ديال بنوك، بل بروفا لحرب أكبر، حرب رقمية عالمية. في واحد الغرفة الصغيرة واحد الشاب مجهول كي يحمل مفتاح USB، كي يشبكه في حاسوب مشفر، وكي يكتب السطر الأول في كود جديد، كود مستلهم من جيميني. إلى عجبتك الحكاية ما تنساش دير لايك وسبسكرايب، وخلي لي رأيك في التعاليق. أنا مول الحكايات، وغادي نرجع ليك في حكاية جديدة قريبا. تهلا في راسك، والسلام.